مع الموسم ديال الزيتون هذا قلت علاش لا ما نشاركش معكم التشريميله ديال الزيتون على الطريقه المغربيه، كيجي لذيذ وكيجي بنين، ضروري ما تجربوه. قبل ما نبداو التشرميل ديال الزيتون ديالنا ضروري ما يكون حلا، وباش يحلى خاصنا نفرشخوه اولا نشقوه ونديروه في واحد اللاطه ونبداو نبدلو عليه الماء يوميا. من كيحلى عاد كنشرملوه. بالنسبه للشرموله غادي نحتاج ربطه ديال القزبر ومعدنوس مقطع رقيق، واحد الراس ديال الثومه اللي محكوك، شويه ديال ورقات ديال سيدنا موسى، شويه ديال التحميره، شويه ديال الحامض مصير، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الكمون، وكنضيف شويه ديال الازير. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه ديال الهريسه اللي كتبقى على حسب الذوق ديالكم، واحد شويه ديال القزبر يابس، وما تنساولياش الملحه، واحد العصير ديال الحامضه معصره، وواحد الكاس ديال زيت الزيتون. صافي غادي نخلط كلشي. حاولوا تدخلوا هاد الشرمونه مزيان في هاد الزيتون. من بعد غادي نديرهم في واحد اللاطه اولا في واحد القرعه ديال الزاج، ونحتفظ بهم في الثلاجه الا بغيتوا يبقاو معكم مزيانين. هنا ضفت واحد الطريفات ديال الحامض، دابا ما بقى لي غير نقول لكم صحه وراحه.